اهلا وسهلا معاكم في حلقه جديده. معاكم كريم اشرف، والنهارده هنتكلم عن تكنيك اسمه الفوكس ستاكينج. يلا بينا. طيب سيمبلي كده، ايه هو الفوكس ستاكينج؟ ستاكينج يعني بكبس حاجتين او ثلاثه او اكتر فوق بعض. طيب ايه بقى الفكره من الستاكينج او الفوكس ستاكينج؟ تخيلوا معايا كده يا جماعه، لما انتوا تيجوا تصوروا صوره طبيعي احنا بنيجي نعمل فوكس على حاجه، صح كده؟ ولما نفوكس على حاجه، اي حاجه قدامها واي حاجه وراها بتبقى اوت اوف فوكس. يعني فور اكزامبل انا دلوقتي وشي هو اللي ان فوكس، اللي في الخلفيه ده اوت اوف فوكس، واللي قدام وشي هو اوت اوف فوكس برضه. طيب الفوتو ستاكينج او الفوكس ستاكينج وهو اني باخد اكتر من فريم او اكتر من صوره لنفس المنظر اللي قدامي، بس كل مره باخد صوره بكون عامل الفوكس بوينت بتاعتي على حاجه معينه. يعني هاخد صوره للمنظر اللي قدامكم ده، تمام؟ اول مره هاخد صوره والفوكس على وشي، تاني مره هاخد صوره والفوكس على الباك جراوند، تالت مره هاخد صوره والفوكس على ايدي. جميل. واعمل لهم ستاكينج وادمجهم مع بعض عشان في الاخر يطلع لي صوره كلها من اولها لاخرها ان فوكس. خليني برضو ندي اكزامبل تاني اوريكم اكتر الموضوع بيمشي ازاي. طيب انا دلوقتي عندي التو برودكتس دول فلاش تريجرز، تمام؟ انا عايز اصورهم، انا عامل السيت اب اللطيف ده ماشي، وحاطط الترايبود بتاعي هنا، فانا هاخد صوره ليهم دلوقتي. انا لو جيت صورت وعملت الفوكس بوينت على التريجر ده، اكيد التاني اللي هو ده هيكون اوت اوف فوكس. ولو انا حطيت البوينت هناك، الفوكس بوينت هناك، اكيد ده برضو هيكون اوت اوف فوكس. فكره بقى الفوكس ستاكينج ان انا اطلع صوره ده وده الاتنين ان فوكس. خليني برضو اوريكم بقى ازاي. طيب انا بعد ما حطيت الكاميرا بتاعتي يا جماعه، انا دلوقتي عندي التو تريجرز، هاخد اول صوره للتريجر اللي في الاول، وبعدين هروح بالفوكس بوينت بتاعتي على التريجر التاني البعيد واخد له صوره كمان. طبعا احنا حاطين الكاميرا على الترايبود عشان تكون الصوره ثابته وما فيهاش اي فايبريشنز. طيب جماعه، ملاحظه كده بس بسيطه، انا في السيت اللي كنت بصوره، تمام، كان عندي تو اوبجكتس او بطلين، فبالتالي انا خدت تو فوتوز او صورتين، جميل، عشان اطبق عليهم فكره الفوكس ستاكينج. هل انت لازم تاخد صورتين بس؟ بالعكس، شوف انت عندك كام اوبجكت على كام فوكال بلين، تمام كده، وانت عايز تبين كام اوبجكت 100% شارب، وخد على قد ما تقدر، فما فيش مشكله، انت معاك من صورتين زي ما انت حابب بقى. برضو ايه حاجه قلت انوع عنها. دلوقتي احنا بعد ما خلصنا التصوير لازم نتجه الى الكمبيوتر عشان كل الستبس اكشلي هتحصل في الفوتوشوب. يلا بينا. طيب اول حاجه كده، انا خدت الصور بتاعتي حطيتها على اللايت روم، نعمل بس ايه كويك اديت وكويك ادجستمنتس للصورتين قبل ما نعمل لهم ستاكينج في الفوتوشوب سريعا كده. طيب انا كده خلاص مبسوط بالاديت اللي انا عملته للصوره. هاخد اول بس اديت بتاع اول صوره، وبعدين اعمله كوبي على الصوره الثانيه، نعمل لهم اكسبورت ونسمي الفولدر بروسيسد فوتوز بحيث يبقوا الاثنين مع بعض. عظيم قوي. دلوقتي احنا عملنا اكسبورت لصورتين وجاهزين نروح على الفوتوشوب. طيب اول حاجه في الفوتوشوب يا جماعه هندوس على كلمه فايل، اوكي، وبعدين هننزل تحت لسكريبتس، جميل، وبعدين لود فايلز انتو ستاك، ندوس عليها، ندوس براوز، وبعدين نروح للفايلز بتاعتنا بروسيسد، ندوس اوبن، ندوس اوكي. هنلاقي عندي الاتنين لايرز زي ما انتم شايفين كده، وهم دول الصورتين بتوعي، تمام، واحده لكل فوكس. اتاكد ان الاتنين مضغوط عليهم وسلكتد. هروح على edit، وبعدين اول حاجه اعملها auto align layers، دي حاجه مهمه جدا. احنا مصورينها على ترايبود، فبالتالي مفيش اي اختلافات قوي هتحصل. اوتو الاين ده يعني ايه؟ يعني هو بيتاكد ان الصورتين مطابقين لبعض، مفهومش اي حاجه in terms of composition. فبنعملها خطوه احترازيه، بنعملها خطوه بتبقى مهمه، بندوس اوكي، تمام، وبعدين نروح على edit تاني، وبعدين نعمل auto blend layers ونتأكد ان هي متعلمة على كلمة stack
مش بانوراما. وطبعا الاثنين دول معمول لهم تشيكد اللي هو seamless tones and colors والcontent aware fill transparent. ندوس اوكي. وكده يا جماعه احنا بقى عندنا صوره واحده تمام، واللي تو اوبجكتس فيهم فوكست. وتعالوا نتاكد كده، نروح على اول اوبجكت ده التريجر بتاعنا زي ما شايفين هو فوكست ازاي، ولو رحنا هناك هنلاقيه برضو فوكست زي الاولاني. وبكده يبقى احنا خلصنا كل حاجه. نقدر طبعا بكل بساطه مطرح الاوتو بلاندنج والاوتو لايرنج نقدر نعمل كروب بسيط للصوره بتاعتنا عشان تبقى كل حاجه مظبوطه. حاجه مثلا زي كده، واعتقد احنا كده خلصنا. وزي ما قلت طبعا يا جماعه احنا التكنيك ده نقدر نستخدمه باكتر من صوره على حسب انا الصوره بتاعتي فيها كام اوبجكت مترحل او كام اوبجكت على فوكال بلين مختلف. التكنيك ده بنستخدمه ايه؟ بنستخدمه في الماكرو شوتس، بنستخدمه في اللاندسكيب، بنستخدمه في البرودكت فوتوغرافي بانواعها والفود فوتوغرافي. فهو تكنيك مهم جدا بينفعنا في انواع كتيره من التصوير، ولازم نكون عارفين ازاي نستخدمه. لو في اي حاجه مش فاهمينها يا ريت تكتبوها لي تحت في الكومنتس. لو في عندكم مواضيع تانية عايزين نتكلم فيها يا ريت برضو تقولوها لي، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله يا جماعه. السلام عليكم.